هذا الإصلاح اللي الآن كنشتغلوا به جاب التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فيه أولا تقوية العرض الصحي، تقوية البنية الاستثمارية، البنية التحتية باستثمارات اللي كتجاوز 40 مليار ديال الدرهم. فيه مضاعفة عدد المقاعد، تكوين الأطباء والممرضين لكي نحارب مشكلة الخصاص في الموارد البشرية. فيه كذلك خلق هيئات جديدة، الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته اللي هي الآن كتشتغل، وكالة الأدوية والمعدات الطبية كذلك شغالة، والهيئة العليا للصحة، كذلك رقمنة القطاع واعتماد الملف الطبي المشترك لتسهيل متابعة وجودة الخدمات الصحية. ومن بين أهم ما فيه المجموعات الصحية الترابية اللي غتعطي استقلالية للجهات باش تدبر الشأن الصحي في المنطقة ديالها، وكذلك تدبر الخريطة الصحية حسب المعطيات، حسب الحاجيات ديال الساكنة ديالها. وهذا اللي غيمكننا أننا نخليو التنقل في المسار العلاجي يكون أسهل ويكون أحسن ويكون منسق. وبدينا التجربة الأولى في جهة طنجة تطوان الحسيمة اللي كنشتغلوا عليها الآن كنموذج، واللي غنعموها على جميع الجهات في الأشهر المقبلة.